اختي الحبيبه يكون كاذب عليك راسك، ولا بغى يكذب عليك راسك، ولا بغى يغرك، تكوني جامعه واحد المبلغ وتنوضي واحد النهار تخسريه، اولا تكوني كتشدي واحد الصالير وتقولي نخسره، اولا تكوني موفره وحاطه شي حاجه وتنوضي تخسريها وتقولي راه كاين صاحبي يسلفني، كاين اختي ولا خويا يعاونني ويسلفني مني نحتاج، كاين با، كاين امي، كاين الصحاب، كاين الفاميله، كاين عطا الله. عندك يا حبيبتي راه ما كاين من يسلفك من قد بزطامك، فهاد الوقت صاحبك هو بزطامك. السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناه عواطف الاقتصاد والتدبير، نهار جديد وفيديو جديد. كي درتو حبيباتي الغاليات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويتلقاكم هاد لا فيديو ديالي وانتم في تمام الصحه والعافيه والرزق الوافر ان شاء الله، والخير والخمير والتيسير والبركه والفضل الكبير من عند الله سبحانه وتعالى. حبيباتي الغاليات، بغيت نقول لك انت اللي كتشوفيني متتبعتي الغاليه الوفيه منذ ما بديت القناه، كنبغي نوجه لك واحد الكلمه شكر، كذلك كلمه شكر للمتتبعات اللي عاد انضموا للقناه ديالي اول مره جدادات. ثاني حاجه عاوتاني نبغي نشكر اللي اول مره كتشوف قناتي، كنقول لك اختي الحبيبه مرحبا بك. حبيباتي الغاليات، لا فيديو ديالي اليوم مهم، الفيديو ديالي اليوم مهم وبزاف. اللي كنتي اللي كتسمعيني اختي، اللي كنت خويا اللي كتسمعني، ما كاينش فرق، المهم في التوفير وفي الفلوس ما عندناش فرق، بحال كلشي كيستافد، الراجل يستافد والمراه تستافد، البنت تستافد، اللي خدامه تستافد، واللي جالسه من باب ديال الدار ديالها حتى هي تستافد. هنا اليوم عندنا ما كاينش الملل مع قناه عواطف الاقتصاد والتدبير. كيف ما عارفين الفيديوهات ديالي الا ما خرجتوا منهم من واحد الافاده فما غاديش تخرجوا بشي حاجه اللي فيها مضره. الفيديو ديالي الا ما فادكش ما غاديش يضرك، كوني اكيده انت حبيبتي اللي كتسمعيني، كنتمنى تكملي لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخر. علاش؟ لان الموضوع اللي كنتي بالضبط اللي كتسمعيني وغادي يفيدك وبزاف. اول حاجه غنبداو كلامنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيباتي الغاليات، كيف ما كنأكدوا ديما كنأكد على التوفير وعلى الادخار، ماشي حبيباتي كنأكد عليه هباء منثورا، ولكن لا، علاش؟ لان عارفه الضروره ديالو في هذا الوقت ديالنا الحالي. حبيبتي الغاليه، خوك ولا اختك ولا صاحبتك ملي كيشوفك وقفتي عليه غادي يتكبر عليك. علاش؟ لانه غتجي اول حاجه غريبه انت واقف عليه، عاد هو في غيبدا يترفع ويتهز ويقول هي جات عندي، كيفاش هي جات عندي، يبدا يطرح سؤال وسؤال وسؤال وسؤال. وكيفاش غادي تحسي انت حبيبتي وانت اختي اللي غادي توقفي؟ اول حاجه انا 100% عارفه بلي راسك غادي يكون في الارض، ما غتكونيش راضيه، ما غتكونش قيمتك هي هذيك، ما غاديش تكوني انت ديك الانسانه العاديه اللي غادا تسلف. مني كتكوني كتخسري راه كتخسري وانت براسك مرفوع، واش متفقه معايا ولا لا؟ ولكن مني كتكوني كتمشي تسلفي غادي تسلفي وانت راسك محني للارض، كتمني لون ان الارض تحل وتدخلي فيها في هذيك اللحظه، خصوصا الا كنتي اول مره او لا ما مولفاش هذاك الانسان، غادي تمشي وطرقي بابه باش انه غادي يسلفك. حتى لهنايا حنا غاديين. فحبيبتي الغاليه، انت اللي كتمشي عند هذاك الانسان ولا هذيك الانسانه وتدقي بابها باش هي احسن منك، باش هي فايتاك، باش هي زايده عليك، شنو اللي عندها وما عندكش انت؟ هي عندها العقل وانت شنو عندك في بلاصتو؟ الحجره شنو عندك في بلاصتو؟ الجمود. سمحي لي حبيبتي على هذه الكلمه، اليوم غادي نكون قاصحه معاك، انا ما بغيتهاش لك، ما بغيتكش حبيبتي ديري ديك الكلمه ديال من محتاج وكيحتاج. هاد القضيه حنا عارفينها ولكن ما تدخليهاش في حياتك العموميه. انا علاش تنقولك وفري؟ باش تكوني سيده قرارك، باش تكوني انت الاميره في دارك، باش تكوني انت ديما مرتاحه في تفكيرك. ولو بغيتي ترتاحي في تفكيرك هي ما تدقي باب حتى شي واحد. بغيتي تكوني مرتاحه في راسك هي ما تمشي عند حتى شي واحد تقولي لي سلفني، اصلا ما يعرفكش هو علاش باغا انت ديك الفلوس. لا، ربما تكوني انت جاتك واحد الفرصه ذهبيه، بغيتي تستثمري فلوسك في شي حاجه، بغيتي تخدمي، جاتك واحد الخديمه وانت ما جامعه تحت منك حتى شي حاجه، ضروري خصك راس المال وتنوضي انت ديري شوها بوان كوم لراسك. هذيك بالنسبه ليا شوها بوان كوم، اجي فلانه راني جاتني واحد الخدمه ولكن راني خصني سلفيني. ما تخليش بنادم يعرف اصلا شنو تحت راسك، ما تخليهمش يعرفوا شنو انت باغيه ديري، شنو انت ناويه ديري. الله سبحانه وتعالى، وقفي على الله سبحانه وتعالى وعلى حبيبتي على كتافك الدراع ديالك. شنو وفرتي؟
شنو خزنتي؟ شنو جمعتي فوق الحزه؟ فوقتاش اقتصدتي؟ شنو داكشي اللي اقتصدتي؟ ماشي حبيبتي، راه الماكله ما عدا باش تفيد، راه الماكله ما عدا باش تفيد، راه اللي كناكلو اليوم ناكلو غدا ناكلو بعدو ناكلو. فحبيبتي الغاليه واش موفره منه؟ واش داكشي اللي كتجمعي وكتوفري كتخبعيه ولا كتنوضي تخسريه؟ فما بغيتك حبيبتي توقفي على حتى شي واحد، انا ديما تنأكد عليها تجمعي فلوسك. فبسطامك حبيبتي هو صاحبك، ما تدقي ليا على حتى شي واحد، ما تحني ليا الراس حتى شي واحد. شحال من وحده كانت مغروره، شحال من وحده كانت غالطه وبزاف، كانت كتقول عندي اللي عندي حبابي، مني نوقف على شي حاجه ما يمكنش غادي يخويو بيا، فتصدمت صدمه العمر. نهار وقفت عطاوها الوجه الثاني اللي ما عمرها كانت غتصور واحد النهار غادي يعطيوه ليها، صدموها بيه. فاختي الحبيبه لاش تحطي من قيمتك وتحطي من راسك وتعزي من معزوزك حبيبتي وتهبطي من قيمتك؟ اهم حاجه ما تقولي لا خويا غيسلفني لا اختي غتسلفني، كلنا نخليه في بلاصتو، يبقى الحدود بيناتهم، خويا واختي وصاحبتي اي على الراس والعين. انا ما نكرهمش، حبابي وصله الرحم واجب عليا، نصل الرحم ديالي ونشوفهم ونمشي عندهم وبعزي ومعزوزي وبكرامتي، ويجيو عندي مرحبا بهم الف مرحبا، ولكن ما نقولش ليهم بغيت. الوقت غلات، اصلا الوقت غلات، الوقت ماشي ديال انك تقولي لهذاك خوك ولا اختك عطيني، فهمتي؟ عاد انك انتي ما غادي تحسي براسك مرتاحه غير بمجرد انك تمشي ولا تفكري انك غتمشي تدقي على هذاك فلان، سواء كان صاحبك صاحبتك اختك خوك عمك ولد عمك اللي كان. فحبيبتي الغاليه ما غاديش تكوني انت هي هذيك. اما الا كنتي موفره ودايره واحد المبلغ هنا تحت منك، فلا وقفتي عليه فلا احتاجيتي ليه غتمشي ليه وانت كاتمه سرك، ما عرفوش تحت منك، ما عرفوك واش ولادك اللي واقفين عليك ومحتاجه ليهم غادي تعطي داك الفلوس وتمدي تسدي ديك الخدمه اللي هي بين عينيك. فحبيبتي نكونوا مكلفين بنفسنا، نكونوا مكتفئين، يكون عندنا واحد الاكتفاء ذاتي، ونكونوا حبيبتي حنايا الكنز، حنا الخزينه لدارنا، حنا الخزينه لنفسنا. فهمتي حبيبتي؟ ما نكونش حياتنا باب مفتوح كاع الناس يدخلوا فيه. ما تخليش اختي حياتك وهي داك الشرجم اللي محلول اللي جاي طمس ويدخل عندك. فحياتي حبيبتي تكون في حدود، يكون واحد الرزيق تحت مني نضمن به كرامتي، كرامه نفسي، كرامه داري، عزي وعز نفسي. ديما مبلغ تحت مني يكون. علاش؟ لدوير الزمان لمناسباتي نكون حاطه كيف ما تنقول لكم الله يجعلك حبيبتي، ما تكوني حاطه غير بالدرهم عبي خو الدرهم في النهار وما تحقريش العشرة وما تحقريهاش. المهم يكون واحد الحاجه تحت مني اللي توقف عليا هو الساس، هو العديد منكم، وانا متاكده غادي يخليوها ليا في التعاليق ولا غيقولوها مع نفسهم انهم طاحوا في هذه المساله وما لقاوش هذوك الوجوه اللي كانوا كيتخيلوها قبل. دوبل فاس يعني الناس تسيفت عليهم بهذا المعنى، كانوا كيشوفوها بوجوه لقاوها بوجوه اخرى، تنكرت عليهم، سدوا البيبان في وجههم، خلوهم يندموا على النهار التالي في حياتهم اللي مشاو دقوا بابهم. ما كانوش كيتوقعوا باللي غادي يتلقاوهم بهذاك الوجه اللي تلقاوهم به. فمالنا حبيبتي؟ فاللي يحوجنا لغيرنا فنطلبوا من الله الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. حبيباتي الغاليات، راه انا علاش كنقول لك وفري، علاش كنقول لك جمعي، علاش كنقول لك خبعي فلوسك، علاش كنحمسك، علاش كنحط لك تحديات اللي بساطين، علاش اغلب المتتبعات ولله الحمد انا كنفرح ملي كيشاركوا معايا ولا من تيقولوا لي وفرنا وادخرنا وكنا عايشين في واحد العالم بوحدو من نهار تابعنا قالاتك. ولله الحمد، القبول من عند الله سبحانه وتعالى، كنحمد الله ونشكره على هذه النعمه. ربي سبحانه وتعالى لا بغاه كيحبب فيك العباد ديالو، فكنحمد الله ونشكره على هاد الاخوات، على هاد الصديقات اللي كاينين في القناه، كذلك العنصر الذكري كنشكرهم من هذا المنبر، وكيطلعوا لي في الاحصاءات باللي كاينين الرجال كيتابعوني ولله الحمد، واحد النسبه اللي كبيره ديال الرجال كتابعني بكل احترام، ما كيخليوش التعاليق وكيخليو اللجان. كنحيي فيهم هاد الروح الانسانيه وهاد التفاهم، بحكم انني امراه ومتزوجه انا وكاين عندي اخوات، يعني الانسان فقال لك احترم تحترم ولله الحمد. كنعز فيهم هذه النقطه وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر جزيل الشكر على التتبع ديالهم لقناتي
وعلى الوفاء ديالهم والاخلاص وعلى لي جيم اللي كيخليو ليا. فحبيباتي الغاليات، الهلا يحوجنا ويحوجكم لشي حد، فهمتوا حبيبتي؟ ديروا تحت منكم، ديروا علاش تولي. حاولي حبيبتي بصطامك ما يخطاكش. ايه صلي صلاتك هي الاولى، راه صلاتك هي اللي غتعاونك، والذكر والقران والتسبيح والدعاء، هاد الحوايج ضروري، راه تا هما من عند الله سبحانه وتعالى. هاد المسائل كيعطونا البركه في الرزق ديالنا، ولكن في نفس الوقت بسطامي ما نفرطش فيه، بسطامي نجمع فيه الريال وخو، نخسر شوي ونجمع بزاف، نخسر شوي ونجمع واحد المبلغ اللي غنقدر واحد الوقت نوقف عليه. ما عرفناش شنو حنا اليوم عايشين، وغدا ما عرفناش، اليوم راه بخير وغدا ما عرفنا شنو كاين. كنتمنوا من الله الصحه والسلامه والراحه ليا وليكم حبيباتي الغاليات. الا وصلتوا حتى هنايا ما تنساوش خدكم من واحد الجيم، واحد التعليق مشجع ومحمس ليا ومحفز ليا، واحد بارطاج مع الاهل والاحباب. الله يعطيكم بيت في الجنه، وبسلام عليكم الى موضوع لاحق ان شاء الله.